15 إبريل اتولدت فنانة كلنا بنحبها وبنعشق أعمالها، الفنانة سمية أحمد إبراهيم. في يوم 15 إبريل من عام 1937 ميلاد الفنانة سمية أحمد إبراهيم والشهيرة بخيرية أحمد. هي طبعا شقيقة الفنانة سميرة أحمد، وبدأت مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة المسرح الحر. في الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك، ثم انضمت لفرقة ساعة لقلبك، ثم فرقة إسماعيل ياسين، وتنقلت بين العديد من الفرق المسرحية، يعني مثلا فرقة أمين الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميديا المصرية، وقدمت العديد والعديد من المسرحيات، وعملت بالسينما للعديد والعديد. طبعا التلفزيون مش هنقول ونحدث إن أعمالها كتيرة. طبعا أعمالها التلفزيونية من أشهرها مسلسل ساكن قصادي، أو مسلسل عفريت السيالة، أو الحقيقة والسراب، أو أين قلبي، أو صباح الخير يا جاري العزيز، أحلام اليقظة، سوق الخضار، والعديد والعديد من الأعمال الناجحة. وطبعا فيلم زازا، مفيش فايدة، على جنب يا اسطى، أمير حبي أنا، بومبا كشر، امرأة مطلقة، عطشانة، إخوات البنات، بحبك وأنا كمان، صايع بحر. وطبعا ما نقدرش ننسى دورها في فيلم الفانوس السحري يا محمود. ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة خيرية أحمد في يوم 19 نوفمبر من عام 2011 عن عمر يناهز 74 عام. رحم الله الفنانة القديرة خيرية أحمد. لو لسه فاكرها ادعي لها بالرحمة.